انا محتاجه ضروري احلق شعري، فاخدت اول طياره وطلعت على مصر. واول ما نزلت اتجهت على طول على كارلي سبا، واخيرا مونيكا هتقصلي شعري. انا بقالي سنتين بحاول اظبط اللقاء ده، وطبعا مونيكا سالتني انا عايزه ايه بالظبط، وبعد ما شرحت لها هي ابتدت شغل على طول، وانا موصياها ان هي ما تقصرش شعري. انا مصدقت ان هو طول وطلع عيني عشان يخليه يطول، فكانت مخليه بالها قوي وهي بتقصه وبتعمل له شيبنج. وانا طبعا بحاول ما انهارش وشعري قاعد يتقص قدامي كده، وانا قاعده بحاول ما انهارش وانا شايفه ان شعري قاعد يتقص قدامي، بس انا عارفه ومتاكده ان انا محتاجه اشيل كل المقصف واعمل له شويه شيبنج. بس حتى هو دراي كات شكله بدأ يبان وشكله بقى احسن بكتير. مونيكا خلصتني اول ستاب وهي القص، ودلوقتي جه الوقت السكند ستاب ان انا اغسله عشان الستايلينج. ديت اكتر ستاب انا بحبها في اي كوافير. بنام بعد ما غسلت كويس وعملوا لي بلسم وسلكوه، جه وقت الستايلينج. مونيكا بقى هي اللي هتعمل لي الستايلينج بنفسها. هنا مش بتعمل لي ستايلينج لخصله خصله، دي بتعمل لي ستايلينج لشعرايه شعرايه. يا صبرها، هيكون في شويه فوليوم عمري ما شفتهم في حياتي. والكيرلي انفلونسر اللي جوايا بتحاول تحط التاتش بتاعها، بس مونيكا جابت اخرها مني. خلصنا الستايلينج وجه وقت الهير موس، وحرفيا اتشقلبت في كل ناحيه. بصوا بقى الهير فليب دي، واو، قولوا برافو. بيبي هير اللي تعبنا كلنا وعمل لنا مشاكل في حياتنا طبعا مش هنسيبه في حاله، لازم يظبط. شويه هير موس كمان عشان طبعا احنا ضد الهيشان. اكيد طبعا الستاب اللي بعد كده هي الدراينج بالديفيوزر، لازم اتشقلب عشان اتاكد ان شعري كله نشف. وهنا مونيكا فكت لي شعري شعرايه شعرايه عشان تعمل لي فوليوم. يا صبرها، انا عمري في حياتي شعري ما اتعمل فيه كده. ويلا بينا نعمل فلافينج كده وسكرانش ونزود الفوليوم كمان واللاست تاتشز. وديت النتيجه النهائيه. انا مش مصدقه ان مونيكا قصت لي شعري بالظبط زي ما انا عايزاه، غير الديفينيشن والفوليوم اللي في شعري. بجد تسلم ايدك يا مونيكا. عرفوني شعري عجبكم قد ايه في الكومنتات.